نعرف جيدا أنه في المملكة العربية السعودية اللاعب الكبير سامي الجابر بعد مسيرة حافلة هو حاليا مدير رياضي وسيكون مدرب في المستقبل. كيف كانت الأمور والعلاقة معه؟ أنا كنت أحترمه منذ الوهلة الأولى، منذ أن عرفته في باريس. سيكون مدربا مثلي وكان لاعبا مثلي. تحدثنا عن كثير من الأشياء، لكن عندما كانت هنالك لحظات صعبة عشناها في النادي، كان شخصية مهمة جدا في صلب النادي وعرفته في باريس. عندما كانت هنالك المشاكل هو قرر أن يذهب إلى لندن لكي يدرس التدريب، وفقدنا معه الاتصال. لم يسأل عن النادي، لم يسأل عن أمورنا، لم يسأل عن أحوالنا، لم يسأل عن أي شيء. بالنسبة إلي ليس هذا باحترافية في التعامل، وليس باحترام حتى تجاه النادي، لكن كانت خيبة أمل. تحدثت معه حول هذه النقاط، لكن ربما كانت لديه أشياء أخرى في ذهنه. لا أعرف إن كانت لديه مشاكل مع النادي، لا أعرف. لم تتح لنا الفرصة، لم نعرف مع من نتحدث. لكن هناك من قال أن سامي الجابر كان رافضا لفكرة التعاقد مع توماس دول منذ البداية. عندما كانت هنالك أسماء مطروحة مثل كريستوف دوم الألماني، كيكي فلوريس الإسباني، زيكو الإسباني، زيكو البرازيلي، وتوماس دول، سامي الجابر. هنالك من قال أنه كان رافضا لفكرة انتدابك كمدير فني. هو خبرني شيء مغاير تماما. عندما تقابلنا وتحدثنا في الساعات الأولى عن كرة القدم بشكل عام، كان مقتنعا، وكنا مع بعض مع رئيس النادي. لا أعتقد أن الأمور كانت هكذا. صحيح كانوا يريدون كريستوف دوم، لكن بعض المشاكل لم تسنح بفرصة التعاقد معه، وكانت هنالك إمكانيات أخرى ومدربين آخرين. هذا ليس مهما. كان يريدني هو أم لا، لكن المهم كيف سنعمل مع بعض. في الظاهر لم يكن أو لم تكن علاقة جيدة. حتى طاقم التدريب الذي كان يرافقني لم نعرف مع من نتواصل في الأوقات الصعبة. هنالك البعض تحدثنا معهم، حتى بعض اللاعبين لم يكن يقضي كثيرا من الوقت في النادي. في بعض المباريات الكبيرة لنادي الهلال يقال أن سامي الجابر عندما يكون الملعب مكتظا بالجماهير وتغطية إعلامية مهولة، يكون توماس متواجد وإلى جانبه سامي الجابر يوجه في اللاعبين من على حافة الميدان وكأنه هو المدرب. لكن في بعض الأحيان الأخرى عندما يلعب الهلال ضد فريق صغير لا يوجد سامي الجابر. أي شخص ذكي بإمكانه أن يفهم لماذا. عادي جدا. نعم، حتى نحن لاحظنا هذه الحركات وهذه الأشياء، وحتى البعض من مساعدي في طاقم التدريب تحدثوا إلي حول هذه النقطة.
عندما لا ينهض شخص من أجل توجيه اللاعبين أمام فريق صغير بين ظفرين، فريق صغير يبقى فوق دكة الاحتياط، لكن عندما تلعب ضد الاتحاد أو الشباب أو الأهلي تراه يتحرك أمام الكاميرا وبالقرب من زوايا التصوير ويوجه اللاعبين. فكرت في هذا كثير من المرات، هذا أمر غير مقبول، خاصة عندما يكون هنالك مدرب، وإذا كان حد يقدر أن يفعل هذا بإمكانه أن يفعل نفس الشيء أمام فريق صغير. عندما نلعب أمام 2000 متفرج فقط، ليس أمام فرق وتغطية عالمية كبيرة. هذا إن أراد ذلك، إن كان في حاجة لذلك لكي يبرز نفسه، بالنسبة إلي ليست باللباقة، ليست هكذا العظمة في التصرف. إذا كان هو يريد ذلك أن يظهر نفسه أمام الجمهور أنه متواجد دائما، لأن الجمهور والعديد من الأشخاص ليسوا بالأغبياء في النادي، عندما يشاهدون هذه اللقطات يفهمون كل شيء، لكن الوضعية كانت هكذا، وأنا بإمكاني أن أعيش وأتعايش مع هذه الوضعيات. كانت لدي آرائي حول هذه الأمور. نعم، هكذا كانت وجهة نظره، وأقول إن كانت هذه نظرته للأشياء في مستقبل وفي عالم الكرة، من السيء أن يكون لك وجهان، يعني أن سامي الجابر لديه وجهين. نعم، بالنسبة إلي نعم. أنا آسف، لكنني شخصية متفتحة كثيرا، لكن هذه الأمور لم تعجبني، ولا يهمني إن كان نجما أو إن كان مشهورا معبودا للجماهير ولعب 160 مباراة. هكذا ليس بالإمكان أن نعمل. لم يحييني حتى، ولم يتصل بي إطلاقا، لم يودعني حتى عندما التقيت بالفريق لكي أودعه. هذه الأشياء لا تأتي من أناس صادقين، خاصة إن كنت لاعبا كبيرا وقضيت كثيرا من السنين فوق الميادين كلاعب مشهور. ليست بتصرفات، بالإمكان أن نتصافح ونتفارق، لا، بالإمكان أن نشاهد بعضنا في أعين البعض، وبالإمكان أن نتلاقى في يوم من الأيام، لكن لم يتصل بي، لم يأتي حتى لكي يسلم علي. ربما كان في دبي من أجل التفاوض مع المدرب الجديد، لكن كان بإمكانه أن يهاتفني، يتصل بي بالتليفون، ولا شيء حدث من هذا القبيل.